انا بقى من وجهة نظري ان نمبر 1 الحقيقي وصل، عشان لما تكون اقراص بتزود الاكسجين للعضلات لانها بتساعد على تدفق الدم للعضلات، فبالتالي بتقلل الشعور بالتعب والاجهاد، وكمان بتساعد في خسارة الوزن لانها بتحول الدهون لطاقة، وبتساعد على زيادة التركيز. كل ده لان فيها L-كارنيتين. كمان الاقراص دي فيها الارجينين. ارجينين؟ ارجينين. وده نوع من انواع الاحماض الامينيه الموجوده في الفراخ والسمك والعدس ومنتجات الالبان. بيحسن الدوره الدمويه ويزود الخصوبه وبيزود عدد الحيوانات المنويه. ولما ببص على الاقراص دي عشان اشوف بتتكون من ايه تاني، لقيت داخل في تكوينها فيتامين سي اللي بيحمي من الاكسده وبيحافظ على الخلايا وبيحمي من الشوارد الحره، والشوارد الحره دي هي سبب معظم مشاكلنا. والزنك اللي كان صديقنا الصدوق سنة 2020 أيام الكورونا، ولحد دلوقتي الناس عمالة تاخده. ومن علامات احتياج الجسم للزنك هو تساقط الشعر وجفاف الجلد والعدوى المتكررة والضعف العام. وفوليك أسيد وفيتامين بي 12 اللي مهمين جدا جدا لو حد عنده أنيميا. كمان لو بتخططي للحمل، فوليك أسيد مهم جدا في الفترة دي. لو عندك بقى نقص في فيتامين د أو عايز تاخد فيتامين د فهو موجود فيه. هو بصراحة مش مخلينا عايزين أي حاجة تانية. لازم افكرك ان انت قبل ما تاخد اي فيتامين او دواء لازم تستشير الطبيب او الصيدلي.